السنان والانستجرام شبه بعض. والله زي ما بقول لك كده. الانستجرام محتاج محتوى ثابت وروتين تمشي عليه وتحديث مستمر عشان يفضل عايش زي ما انا بعمل كده بالظبط. ولو اهملته شهرين 3 هتلاقي التفاعل وقف والناس بطلت تديك اتنشن. السنان كمان كده. والله محتاجه منك براشنج يومي وكليننج كل فتره وكشف دوري عند الدكتور. وخلي بالك لو سبتها من غير متابعه التفاعل الوحيد اللي هيجيلك هو وجع زي اللايك بالظبط كده اللي انت ممكن تعمله على الفيديو ده. وزي مع الانستجرام في ابجريد على الكونتنت والريلز والستوريز، برضه سنانك ليها ابجريد، وايتنينج، فينيرز، الاينر، كل حاجه موجوده. حاجات تخلي شكل الابتسامه اجمد زي ما الفلتر بيخلي الصوره اجمد برضه. بس الفرق ان الستوري بتاع الانستجرام اللي فيه فلتر بيروح بعد 24 ساعه، انما الابجريدز اللي معموله صح في اسنانك بتدوم معاك سنين كتير. يعني زي ما انت حريص تظبط الفيد وتكمل ترندات، ظبط ابتسامتك لانها اول امبريشن بس في الحياه الحقيقيه مش بس على السوشيال ميديا. بس خلي بالك لو حافظت على الحاجه الاوريجينال اعرف ان هي هتبقى روشه موت. تك كير.